كل اللي ضاق طبق الكشري من عندي قال لازم تفتحي مطعم، هخليكي أستاذة في الكشري وهيخليهم يقولولك دي أحلى مرة كلنا فيها كشري. ويلا نشوف ببساطة عملناه ازاي. وأول حاجة يا ست الكل هنسمي الله ونصلي على حبيبنا النبي، ونبدأ أول حاجة ببصلة الكشري. بقشر البصل طبعا واغسله، وببدأ أقسم البصلاية بالنص وأقطعها جوانح كده رفيعة جدا، سمكها يكون رفيع جدا زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا احنا بدأنا ببصلة الكشري الأول علشان الزيت بتاعها مش هنرموه، طبعا هنستخدمه في بقية الوصفة. تمام. بعد كده بعد ما بخلص تقطيع البصل بحط عليه معلقة كبيرة دقيق ومعلقة كبيرة نشا ورشة ملح ورشة فلفل اسود، وابدأ بقى اقلبهم كده وافرط كده البصل من بعضه، وعلى زيت بقى سخن. اهم حاجة ان الزيت يكون سخن كده، وزيت مش كتير، تمام؟ يعني يا دوبك كده شوية زيت حلوين. وبحط البصل فيه، وبأول ما بنزل البصل في الزيت بسيبه الأول كده دقيقتين، وأبدأ بقى أقلب فيه، يعني تقليب شبه مستمر كده علشان برضو البصلة تاخد لون واحد كلها زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بسم الله ما شاء الله، أول ما توصل للون الأصفر الأشقر الحلو ده هبدأ على طول بقى أطلعها في مصفى. تمام. وما بطلعش بصلة الكشري على مناديل علشان ما تبقاش طرية، لا، بنطلعها على مصفى ونسيبها تصفي الزيت براحتها. وكده البصل خلاص. ندخل بقى على المكرونة. والمكرونة مسلوقة زي أي مكرونة، حلة على النار فيها مية، وأول ما المية تغلي بحط فيها الملح، وأنزل المكرونة سباكيتي ومكرونة مرمرية وأديهم تقليبة وأسيبهم بقى يتسلقوا. وبعد ما يتسلقوا طبعا بصفيها، وكده برضو المكرونة جاهزة. وندخل على طول يا حلوين على صلصة الكشري. في حلة على النار حطيت فيها من 3 معالق كده من الزيت بتاع البصل، وهحط فيهم معلقة كبيرة من التوم، وأول ما التوم يحمر كده هنزل عليه أطشه على طول بالخل 3 معالق، واديله تقليبة، وعلى طول بقى عصير طماطم. وبس كده الصلصة جاهزت برضو. مفيش أسهل من كده، بس نملحها بقى بملح كده وفلفل أسود وكمون، ومش أكتر من كده. بجد سهلة جدا ولذيذة. اديها بقى تقليبة كويسة يا ست الكل، وغطيها وسيبيها تتسبك. وكده بعد ما اتسبكت عايزاكم يا حلوين تقولولي في التعليقات انتوا جربتوا الكشري قبل كده ولا لا. وبعد بقى ما الصلصة بتتسبك باخد منها شوية كده واسيبهم على جنب دلوقتي، حوالي معلقتين كده مليانين. وبعد كده بزود الصلصة بتاعتنا مية، حوالي كوبايتين مية سخنة، اهم حاجة ان المية تكون سخنة. واديها تقليبة واسيبها بقى تغلي غلوة واحدة، وكده خلاص الصلصة جهزت معانا. على طول ندخل على العدس بجبة. بجيب حلة فيها برضو مية، أول ما المية تسخن بنزل فيها بالعدس بعد ما غسلته واسيبه يتسلق ويستوي. وبعد كده ما اتسلق ده شكله. فاكرين بقى شوية الصلصة اللي خدناهم هحطهم على العدس كده، ودول بقى هيطعموا العدس بتاعنا ويخلوه طعمه في حتة تانية. ونملحه بشوية ملح وفلفل اسود وكمان كمون. وبجد مفيش أسهل من كده. كده كمان العدس هياخد غلوة، وبس كده العدس جاهز معانا. وكده الكشري هيلهينا عن اللايك.